بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى تكونوا كاملين بأتم الصحة والعافية. اليوم البنات بغيت نشارك معكم سردين مشوي في المقله الثقيله، تيجي اكثر من رائع، بحال دايرين في الفران ولا فوق الفاخر. تيجي بنين محمر وناشف كما تتشوفوا، تيجي تيشهي. كنتمنى تجربوه ويعجبكم. غنزيدوا واحد الخلطه اللي غتزيدوا بنه على بنه. كنتمنى هذا الفيديو يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من الدعم والاشتراك وكتابه التعليق. فضلا ونساء امراض. تبقوا مع المقادير وطريقه التحضير على بركه الله. كما تشوف معايا هنايا عندي واحد الكيلو ديال السردين اللي غسلته مزيان، حيت منه ديك الكحوله ديال الجوانب والقشره، وضروري يكون سردين طري باش يجي بنين، ما تجي فيه حتى شي مروره. هنايا خديت المقله الثقيله، اي مقله ثقيله عندكم نتوما فيها الجوانب. تفزقوا الكاغيط ديال الفرن باش تحكموا فيه في الطويان. تزقتوا شويه ديال الماء وسستوا من الماء، ودابا درت واحد رشيشه ديال الملحه بعد ما وضعته في المقله كما تتشوفوا. ولا ما بغيتوش تنقيو هذاك الحوت تخليوه بالراس ديالو والشوك ديالو، تحيدوا الاحشاء ولا تخليوه كامل على حسب الرغبه ديالكم نتوما. صافي غنستفوا على الدوره ديال المقله كامله كما تتشوفوا. كيجي بنين، غير جربوا بهذه الطريقه. بعض المرات تيكون عندنا الخبز وعندنا السردين ما يمكنش لينا نطيبوه في مره، نديروا هذه الطريقه في المقله دغيا تيوجد، وتيجي بحال درناه في الفران ولا درناه فوق الفاخر، تيجي بنين. صافي استفتوا كما تتشوفوا على الدوره ديال المقله. رشيت عليه واحد الرشيشه خفيفه ديال الملحه، وهنايا عندي الكمون البلدي درته كما تتشوفوا، رشيته عليه باش يجي بنين. والكمون البلدي راه مزيان صحي ومفيد حتى لفقر الدم. هنايا غنزيد واحد العصره ديال الحامض كما تتشوفوا. صافي غنسد عليه بالكاغيط واحد اخر. ضروري ديروا الكاغيط زيت شويه باش تلقاو كيفاش تطويوه من الجوانب. فزقتو حتى هو وسستو من الماء، وغنديروا عليه من الجوانب وغنجمع. غنلاقي كاغيط مع كاغيط ونطوي. ضروري تجمعوه باش ملي تبغيو تقلبوه ما يسيلش ليكم منه داك السوائل اللي غيطلق لينا السردين. كما تتشوفوا تنزير تنجمع هذاك الكاغيط اللي درت من التحت، وتنجمعو مع الفوقاني وتنلوي كما تتشوفوا موضح في الفيديو. طريقه اللي سهله وغتعجبكم ان شاء الله. صافي تنزير كما شفتوا، تنضغط. صافي غنديروا على نار متوسطه، مره تدوروا المقله ديالكم. هنايا ندوز باش نصاوب الخلطه. عندي هنايا واحد البصله اللي تكون متوسطه ماشي كبيره ونص حامضه، وشويه ديال المعدنوس وواحد الرويس ديال الثومه. هنايا حاجتي بالماء ديال البصله، حكيتها في الحكاكه الرقيقه كما تتشوفوا. تتجي بنينه مع السردين مشوي، غير جربوها. وغناخذ هذيك السنينه ديال الثومه حتى هي غنحكها. كما شفتوا هبط لينا غير داك الماء ديالها. وانتم ديروا باي اداه اللي يمكن لكم بها تحكوا بها البصله وتعطيكم غير الماء. هنايا خديت هذاك السنينه ديال الثومه تكون شويه كبيره حتى هي حكيتها في الحكاكه اللي ماشي رقيقه كاع كما تشوفوا موضح في الفيديو. وغنعصر عصير هذيك نص حامضه. والمعدنوس غنقطعو وغنضيفو لهاد الخلطه كما شفتوا معايا. بعد ما قطعته تكون هنايا شي معلقه كبيره تقريبا، وعلى حسب الكميه ديال الحوت ديالكم هاد الخلطه تكثروها ولا تقلوها على حسب نتوما شنو بغيتو. صافي هنايا غنضيف واحد 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. كما عارفين الحامض وزيت الزيتون والمعدنوس الطري والثومه والبصله راه مفيدين، واكثريه مع السردين تكون وجبه متكامله ان شاء الله. صافي غنخلط وغنزيد واحد الرشيشه ديال الملحه. ما تكثروش الملحه باش ما يجيكمش مالح، حيت السردين درنا فيه الملحه يكون على القياس وصافي. ما نضيف لا بزار لا حتى شي حاجه باش يبقى كل حاجه والبنه ديالها.
صافي غنخليها على جنب. ندوزو دابا للمقله. بالنسبه للمقله كما قلت لكم مره دوروها باش طيب كاع الجوانب، وتتهزوا مره هكا غير تطلوا تتبان لكم راه تحمرات ولا مازال. وداك الماء نشف من الفوق، ما يبقاش يبان لكم الماء اللي تيكون تيغلي، راه تيبان من الكاغيط كما تتشوفوا. تنطل بحال هكا الا بانت ليا تحمرات صافي تنقلبها. والنار كما قلت لكم متوسطه، ما تجهدوش على النار باش يطيب على خاطرو. صافي بعد ما نشف وتحمر من التحت دابا غنقلبو مباشره معاكم. غناخذ شي صينيه تكون صغر من المقله كما تتشوفوا. غنقلب، ناخذ سربيته. حتى الناس اللي ما عندهمش الفران ولا الطلبه اللي تيكونوا بعاد على عائلاتهم ممكن يحضروا هذه الوصفه. هذه سهله ودغيا تتوجد. كما شفتوا راه تحمر صافي. دابا غنقلبوا الجهه الاخرى، والجهه الاخرى راه دغيا تيطيب. هنايا خديت البطاطا سلقتها مع شويه ديال الملحه ونقيتها وقطعتها طروفه، بغيتو تصغروهم ولا تكبروهم. غنضيف عليها راس معلقه صغيره ديال التحميره، وراس معلقه صغيره ديال الكمون كما شفتوا، وراس معلقه صغيره ديال الابزار، غنضيف عليها واحد شويه ديال الملحه حيت انا درت فيها الملحه. ما تكثروش الملحه حتى تذوقوا. صافي هنايا خديت واحد ربع كاس ديال زيت الزيتون غنديروا لهاد البطاطا ونديرها فوق المقله تشحر دغيا راه تتوجد. صافي هنايا السردين بعد ما طاب كما تتشوفوا راه باقي فوق البوطه، راه نشف كما تتشوفوا. طلعوا عليه تلقاوه نشف. صافي دابا غنعري عليه وغناخذ واحد الطبسيل اللي غيجي يهز لي هاد الكميه ديال الحوت. الطريقه اللي ساهله وما تكثروش عليكم المعلقه، غير تتلوحوا. المقله تجي ساهله في الغسيل. صافي غنقدموه بالصحه والراحه. الطبق ديالنا ديال نهار اليوم كما تتشوفوا تيشهي، تيجي اكثر من رائع. القشره راه غير تقيسوها تتحيد. صافي ديروا هذيك الخلطه اللي حضرنا. كنتمنى الفكره ديال اليوم تعجبكم، ولا عجباتكم ما تنساونيش من الدعم والاشتراك. كما شفتوا البطاطا تجي شهوه منها، ما تخليوهاش فوق البوطه بزاف، غير تخلط هذيك الشرموله اللي درنا ليها صافي وطفوا عليها. كنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم ما تنساونيش من الدعم والاشتراك وكتابه التعليق فضلا وليس امرا. وبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء باش تعم الفائده، وكتابه التعليق. والسلام عليكم ورحمه الله. في وصفه واحده اخرى ان شاء الله.